شوفوا السفيرة الأمريكية تتلاعب بينا ومشاعرنا. هسه الكهرباء ما موجود. طبعا التيار الكهربائي صار له 3 أشهر جدا جميل، والظاهر الحكومة اشتغلت. نعم، اجت السفيرة الأمريكية من باب ضغط، كون تألمني، اختارت وقت الحر الشديد وما خلت الاستحقاقات توصل لإيران. بالمناسبة وزير النفط العراقي السابق يقول أنا التقيت بوزير الطاقة الإيراني، قال والله يا أخوان هذا الغاز اللي نعطيكم إياه احنا محتاجين حتى نولد بطاقة، بس عندنا توصيات من حكومتنا العليا أن نساعد الشعب العراقي. ولا يقول احنا محتاجينه، ممكن نحوله إلى طاقة، لكن عندنا توصيات من الحكومة يعني من القيادات العليا ساعدوا الشعب العراقي لأن بحلق المؤامرة. فبالتالي هسه غير نعطونا غاز، غير نعطيهم استحقاقاتهم، لا احنا البنك الفدرالي ما ينطي. شو نسوي؟ لو عندنا شعب واعي مظاهرات املأ الدنيا. لكن السفيرة الأمريكية بمن متقوية؟ جماعة تشرين. والله قبل أيام زارني أحد البرلمانيين للبيت، من ضمن الحديث قال أني رئيس الوزراء سألته أو أحد المسؤولين سألته، قلت له ليش مو طريق الحرير غيره؟ قال وإذا نزلوا تشرين للساحة. أنت شايف القضية؟ أمريكا جابت أولادنا حولتهم إلى كلاب نابحة تحت عنوان تشرين. زين هسه ثبت بالدليل انتشارنا مرتبطين بالسفارات الخارجية. هذا الموضوع يجرم لو ما يجرم. عادل عبد المهدي راد يربطنا بالركب الحضاري، طلعوا جماعة تشرين وعطلوا المشروع. هسه السفيرة الأمريكية أي واحد من الساسة يحكي تقول لها ترى طلع لك تشرين. لو مهددتهم تهديد قوي إذا هالمرة طلعوا انتشارنا مو وصادموا مع الدولة راح ينتزعون اعتراف من دول الجوار والدول العالمية وممكن يصير تغيير. طبعا السياسة من توصل للتغيير، بس أبدأ أفهمكم ترى أمريكا شلون تقود الأمور. مثل ما عندنا تيارات وأحزاب، أمريكا عندها اليوم تيار قوي انتشار. ولذلك لما تقرأ عن انتشارنا نادرا ما تلقى بهم واحد شريف وأصيل. تشبتهم لما نزلوا للساحة؟ هاي النايمة بالفندق التركي للساعة 3 بالليل، زين العاهرات نزلوهن وغيره، بالبتاويين نزلوهن. زين العالم قاعد تعاني من الحر الشديد، شلون اختارت وقت؟ هذا يسمونه التركيع من أجل التطبيع. أبقى وراك. بس لو عندنا حس وطني وحس قومي أنا ساعد الحكومة تلقائيا. كل شيخ عشيرة ينزل بعشيرته. شي نزله مع احترامي لكم شيخ عشيرة محترم، تدري المحفوظ العشيرته إذا اجى حضر فصل ما يحضر إلا بكذا مبلغ. زين العشيرته مال ينزل للوطن لازم يجيب له قوني.